يا ترى تعمل ايه لو عندك مقابلة شغل مهمة جدا جدا والبوليس قبض عليك قبل المقابلة بيوم؟ ده اللي نعرفه مع كريس جاردن من فيلم Pursuit of Happiness. خليكم معانا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام من ايزي انجلش. اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة اتعلم انجلش من الافلام، واللي هتلاقيها في قناة اليوتيوب في زر قوائم التشغيل مترتبة حلقة 1 2 3 4. وحفاظا على وقت حضراتكم خلينا نشوف اول مقطع وبعدين نتناقش فيه. جاهزين؟ Let's do it. Can I say something? I am the type of person. If you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. But I bet you I know how to find the answer. And I will find the answer. Is that fair enough? Chris, what would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on and I hired him? What would you say? He must have had on some really nice pants. أهلا بحضراتكم للمرة التانية. بعد ما شفنا المشهد تعالوا نناقش المشهد من حيث المعنى وطريقة النطق. طبعا الممثل بيحاول يقنع اللجنة بأي طريقة إن هو يتقبل في الشغل. ليه بقى؟ لأنه أولا محتاج الشغل، ثانيا هو مش لابس فورمال، يعني مش لابس لبس رسمي اللي هو المفروض يلبسه في مقابلة شغل زي دي. فعلى نهاية المقابلة بيقول لهم Can I say something? Can I say something? يعني يا جماعة ممكن أقول حاجة؟ I'm the type of person. كلمة type دي معناها نوع. I am the type of person يعني أنا شخصيتي تشبه كذا كذا، الكلام اللي هو هيقوله بعد كده. وبعدين بيقول لهم If you ask me a question and I don't know the answer، يعني لو أنت سألتني سؤال وأنا مش عارف الإجابة، هقول لهم بقى بعد كده هيعمل إيه. ولكن تعالوا نتكلم في طريقة النطق. أولا can I دي في بينهم ربط، لأنه كان انتهت بحرف ساكن وهو الآن، وآي طبعا vowel، فهنربط بينهم. بمعنى إيه؟ مش هنقف في النص. بدل can I تبقى can I. can I. عند كلمة something، أولا هتطلع لسانك في TH something. ثانيا بلاش تقول الجي، بلاش something، بلاش إنج دي، تبقى something something. تمام؟ عند كلمة person هتخلي بالك من اللتر P اللي هو الصوت بتاعه P. تمام؟ If you ask me a question and I، برضو and I في بينهم ربط. بمعنى ايه؟ هنحذف الدي وهنتحرك من الان للآي. بدل and I لا and I. and I don't know، ودي من الحاجات المشهورة جدا. بلاش don't، خليها don't. والنو بتبقى كده no no and I don't know and I don't know. the answer، طبعا the تنطق the لو الكلمة اللي بعدها بدأت بحرف متحرك، واللي هي كلمة answer. answer بدأت بحرف متحرك وهو letter A، فبالتالي the تبقى the answer. كمان في بينهم ربط، لأنه the انتهت بحرف متحرك وهو مش صوت الأو، وanswer بدأت بحرف متحرك وهو اللتر A. في الحالة دي هنربط باستخدام يه، يعني هنزود من عندنا صوت اسمه صوت اليه، فبدل the answer تبقى the يه answer. the answer the answer. تمام؟ بعد كده بقى بيقول لهم I'm gonna tell you that I don't know but I bet you what. I'm gonna tell you يعني أنا هقول لكم that I don't know إن أنا مش عارف الإجابة. but I bet you what، التعبير ده كله على بعضه معناه ولكن أؤكد لك. I know how to find the answer and I will find the answer. ولكن أؤكد لك إن أنا عارف إزاي أعرف الإجابة، وكمان أؤكد لك إن أنا هلاقي الإجابة.
يعني معنى الجملتين اللي هو قالهم ان انت لو سألتني على سؤال وانا مش عارف الاجابة هقولك مش عارف الاجابة، لكن واكد لك ان انا هعرف ازاي الاجابة، وكمان اؤكد لك ان انا هعرف الاجابة. وده طبعا كان كلام رائع من الممثل. طيب تعالوا نتكلم في طريقة النطق. هو قال امنة. هي ايه امنة دي؟ زي ما قلنا قبل كده انه الجماعة الامريكان بيحبوا يختصروا في الكلام علشان يقولوا اكبر كمية من الكلام في وقت قليل. ف I am going to بيختصروها ل I'm gonna. مش بس كده، ده بيروحوا لأبعد من كده. I'm gonna في بعض الحالات بيختصروها الأما زي ما شفنا الفيديو اللي فات، وبعض الحالات بتبقى أمنة زي الجملة اللي عندنا في المشهد ده. أمنة tell you يعني أنا هقولك. أمنة tell you that I. طبعا that التي دي جات بين صوتين متحركين، فبالتالي بدل that بقت that I don't know but I. نفس الفكرة but التي جات بين صوتين متحركين، فبالتالي هتبقى دي خفيفة جدا. بدل but I bet you what. طيب هنيجي نتكلم بقى على كلمة bet من حيث المعنى الأول وبعدين طريقة النطق. كلمة bet دي معناها يراهن، وخلي بالك في النطق لأنها مختلفة عن كلمة bit اللي معناها جزء أو قطعة أو حبة صغيرة. اللي هناك اسمها bit، لكن دي bet. دي مفتوحة bet، واللي هناك مكسورة bit. تمام؟ دي أول نقطة. فكلمة bet معناها يراهن. يعني مثلا لو خدنا لها مثال أقول لك you have to be over 16 to bet. You have to be over 16 to bet. يعني انت لازم تبقى سنك اكتر من 16 سنة علشان تراهن. طبعا الرهان ده مش عندنا ولا في ثقافتنا، احنا بنتكلم على ثقافة الناس الامريكان. كمان التعبير I bet you what يستخدم لما اكون متأكد من حاجة 100% انها هتحصل. على سبيل المثال ممكن اقول they are good players but I bet you what our team will win. يعني على الرغم انهم لاعبين كويسين جدا الا انه اؤكد لك 100% انه الفريق بتاعنا هيكسب. طيب لو اتكلمنا بقى في طريقة النطق، هي اصلا bet you. ايه بقى bet you؟ عندنا في الامريكان اكسنت لما حرف التي يجي بعد منه حرف الواي، في الحالة دي هنزود تشا في النص تبقى bet تشا يا. فعلى بعضها bet you. كويس جدا. بعدين بقى قال لهم I know how to find the answer and I will find the answer. بعدين بقى قال لهم is that fair enough. وده تعبير يستخدم لما احب اتاكد انه الكلام اللي انا قلته مقبول ومفهوم من الطرف التاني، والممثل هنا استخدم التعبير ده علشان يتاكد انه الكلام اللي قاله مناسب ومقبول. بعد كده بقى رد عليه رئيس اللجنة فبيقول له Chris, what would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on and I hired him? What would you say? طيب معنى السؤال بيقول له يا كريس what would you say؟ يا ترى تقول ايه؟ if a guy لو شخص او راجل يعني walked in تساوي كلمة enter، والفرق بين walk in و walk into انه walk into لازم يجي بعدها اسم المكان اللي احنا هندخله. يعني مثلا على سبيل المثال لو انا قلت this is the best restaurant let's walk in يعني يلا ندخل. لكن لو قلت walk into ممكن اقول لك let's walk into the restaurant يعني يلا ندخل المطعم. ف walk into لازم يجي بعدها اسم المكان. تمام. without a shirt on يعني دخل المقابلة بدون قميص بدون لبس رسمي. and I hired him hired معناها يوظف. what would you say؟ يعني معنى السؤال يا ترى يا كريس تقول ايه لو في راجل دخل مقابلة شغل من غير ما يكون لابس لبس رسمي او من غير ما يكون لابس قميص وانا قبلته او وظفته، يا ترى تقول ايه؟ طيب لو اتكلمنا في طريقة النطق هنلاقي عند كلمة walked in
الاي دي هنا نطقت تي. طب ليه بقى؟ دايما كده لما تلاقي الاي دي قبلها صوت الك، بالتالي الاي دي سوف تنطق تي، ودي طبعا هنشرحها بالتفصيل في كورس صوتيات. ولكن دلوقتي انا عايزك تعرف انه لما تلاقي الاي دي قبلها صوت الك فبالتالي هتبقى walked. طيب without التي جت بين صوتين متحركين فبالتالي هتبقى دي خفيفة جدا without. and I هو قالها and I في بينها ربط. نفس الفكرة هنحذف الدي وهنتحرك من الان للآي بدل and I. تمام. عند كلمة what would you say خلي بالكم هو ما قالش what، قال what would you say. فالسؤال على بعضه. Chris, what would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on and I hired him? What would you say? فرد عليه كريس وقال هقول he must have had on some really nice pants. والمعنى هقول هو أكيد لابس بنطلون كويس. يعني رئيس اللجنة بيقول له يا ترى يا كريس هتقول إيه لو في واحد راح مقابلة شغل بدون ملابس رسمية أو بدون قميص رسمي وأنا عينته، يا ترى هتقول إيه؟ فرد عليه كريس وقال له هقول أكيد هو لابس بنطلون كويس. ودي كانت إجابة رائعة من كريس، دليل على إنه بيبص للجانب الإيجابي. فطبعا اللجنة كلها عجبها الموقف وبدأت تضحك على الإجابة. طيب إيه ماست دي؟ ماست دي اختصار must بعدها have بعدها ال PP، والتركيبة دي كلها على بعض بنستخدمها لما أكون متأكد من حاجة حصلت في الماضي أو أستنتج حاجة حصلت في الماضي. يعني مثلا لو حضرتك نزلت الصبح علشان تروح الشغل وفجأة لقيت كل الشوارع فيها مية، الشوارع غرقانة مية، يا ترى تستنتج إيه؟ أكيد الدنيا مطرت، أكيد صح؟ وأكيد مطرت في الماضي صح؟ طبعا. طب أنت متأكد ليه؟ علشان الشوارع كلها مية. إذن في الحالة دي هتقول it must have rained. بالمناسبة ممكن تقول must have يعني must have، ممكن نختصرها ل must have it must have rained، وممكن نروح لأبعد من كده نختصرها ل must it must have rained. تمام؟ طيب فكريس بيقول له he must have had on. ايه بقى had on هي الماضي من have on، و have on ممكن تيجي بمعنى يرتدي ولكن لازم يجي بعدها on. على سبيل المثال she had a red jacket on، الجملة دي معناها ان هي لابسة جاكيت لونه احمر، يبقى have on اللي هي الماضي بتاعها had on ممكن نستخدمها بمعنى يرتدي او يلبس ولكن لازم يجي معاها on. لو جينا بقى في طريقة النطق احنا قلنا ممكن نقول must have او ممكن نقول must. يعني ممكن تقول he must have had on او he must had on. كلمة had on في بينهم ربط لانه دي حرف ساكن والon حرف vowel متحرك، هنربط يعني هنضمهم على بعض بدل had on had on. عند كلمة really و pants الكلمتين دول عليهم stress بمعنى انهم لازم نقولهم بوضوح he must have had on some really nice pants. تمام؟ لو انت لسه موجود معانا في الفيديو للنقطة دي فحب احييك واشكرك لانك انسان مجتهد ومثابر وبتحاول تحسن من نفسك، وبقولك انه العالم كله محتاج ناس زيك، لانه لو كلنا حاولنا نحسن من نفسنا فبالتالي هنحسن من مجتمعنا، بالتالي العالم كله هيبقى مكان افضل نعيش فيه. وعايز ابشرك ان شاء الله هتحقق حلمك وهتوصل، بس استعين بربنا واستمر وربنا يوفقنا جميعا. وبكده نكون وصلنا لنهاية درس النهارده، اتمنى اكون ساعدتكم لو بجزء بسيط انكم تحسنوا الانجليش بتاعكم. We thank you for watching guys. I'll see you next video.